ازيكم عاملين ايه النهارده بقى؟ هنعمل حاجات كده جهنمية فظيعة لذيذة طبعا. مستنياها من زمان قوي. هنعمل غدا اول يوم عيد الفطر. طبعا فسيخ، رنجة، بصل، ليمون، بطاطس، كل الاشياء دي هنعملها مع بعض بقى. ويلا بينا. واحنا هنعمل اول حاجه هقشر بطاطس، عشان هي ايه بتاخد وقت بس في السوا. هي اكتر، هي الحاجه الوحيده اللي هتستوى. فهنقشر البطاطس. واحنا بنقشر بطاطس كده، لو انتوا اول مره تشوفوا القناه حطوا صباعكم حالا بالا على كلمه اشتراك او سبسكرايب. فعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين اوعوا تنسوا اللايكات والشراط، ويلا حطوا اللايك حالا بالا. هنا خلاص قشرنا البطاطس. هنبدأ بقى دلوقتي نقطع البطاطس. علشان بصوا انا هجهزها واسيبها شوية كده ايه في المية، عقبال يعني انضف بعديها. هنضف الرنجة. اما اجي ابدا انضف الفسيخ هحط البطاطس ايه على النار. هنا كنت بلت وبعجن، فما تاخدوش في بالكم ان انا بشاور وبعمل كده بايدي. آه، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعله عيد سعيد علينا وعليكم بإذن الله. وكله بقى فسيخ وهيصوا وزيطوا أول يوم تاني يوم، بس أنا بصراحة بحب أكله أول يوم. معنا هنا رنجايتين هناخدهم. هنا دي أنا شايفين طاسة البيضة دي سايباها للرنجة كده. نجيب طاسة سخنة جامد قوي نحط فيها الرنجة. هنشوي الرنجة فيها كده بس عشان نعرف نقشرها كويس، بس مش هنسويها ولا حاجة. بس نقلبها هتلاقوا الجلد بتاعتها اتقلبت على الناحية التانية كده، اتشالت لوحدها. وتقدروا تقشروها طبعا بكل سهولة، بيبقى طعمها ألذ اكتر من ان احنا بنعملها نية يعني. وكل واحد طبعا على حسب ما هو متعود. اهو قلبتها على الناحية التانية كده وقعدت تطشطش شوية كده، عشان بصوا اول ما تفتح كده تعرفوا ان هي خلاص تمام بقى. خدتها اهو. طبعا الحامل اللي هيفضل يتهز كتير لان انا ايدي حضراتكم متوسخة، وبشغل الكاميرا واطفي واعمل، ويعني بحاول على قدر الامكان ان انا ما اوسخهاش يعني، ما اجيبش الزفاره فيها. هنبدا بقى كده نفصص الرنجيه بتاعتنا حته حته كده، نطلعها من الشوكه الكبيره الاول، وبعدين نبدا بقى ايه نطلع الشوك اللي هو اللي بيبقى فيها الرفيع الممل اللي بيزهق ده، اللي انا مش بحبه خالص. بصوا الحته دي بقى بتطلع بسرعه ازاي لما قشرناها وجينا نقلبها خلاص نفتحها بقى كده. بصوا الشوك ده بيطلع بسرعه اهو. شايفين ازاي؟ ايوه كده. حطوا اللايكات واعملوا الشيرات، ويلا كلوا فسيخ ورنجة وكحك وهيصوا وقلبزوا وتختخوا كده، وبلا رجيم بلا حوسة. طبعا الدنيا جميلة وزيطة من رمضان لغاية دلوقتي. ربنا يسهل لنا كده ونعرف يا أولاد نبدأ دايت بقى. ادعولي كده، ادعولي أبدأ دايت اهو. بصوا بقى فصصها كده تحطوها بقى وتلاقوها في صوص. انا مش هعمل الرنجة دي سلطة رنجة ولا اي حاجة. هعملها كده واحط عليها شوية زيت وخل وليمون بس. حابين تحطوا طحينة تحطوا، حابين تعملوا سلطة رنجة بقى هتعملوا ايه؟ هتقشروا بقى بصل وتقطعوه مكعبات او شرايح، وتقطعوا طماطم، فلفل حامي، فلفل كوبي، ممكن فلفل الوان، وتحطوا لها بقى شويه طحينه وزيت كده وخل وتشهيصوها. طبعا احنا هنا الناس اللي عندي بتاكل رنجه حابه تاكلها كده. انا طبعا ما باكلش رنجه، انا باكل فسيخ فقط، ولا بطاطس ولا رنجه. هو الفسيخ يكفيني ويفرحني كده ويشرح قلبي اهو. هطلع بقى البطروخ كده لوحده في طبق. ممكن تعملوا برضو سلطة بطارخ يعني. لو انتوا بس عايزين تعملوا رنجة كده بس، ممكن البطروخ تقطعوا عليه بصل بقى وطماطم وفلفل وتعملوه سلطة كده وتاكلوه سلطة بطارخ، ويبقى ايه شكلته في الحاجات يعني. عملتوا كده رنجة مخلية كده من غير حاجة، وفي نفس ذات الوقت عملتوا سلطة رنجة. فيعني شوفوا انتوا إيه، انا بقول لكم مجرد اقتراحات، وانتوا بقى إيه ابتكروا بقى واعملوا اللي يجي على نفسكم وعلى هواك وخلاص كده. في اخر قطعة في اول رنجاية. طبعا الرنجاية التانية دي انا هعملها لوحدي. ايوه كده تمام. خلاص كده نضفنا الرنجايتين. نلم بقى بصوا
اهم حاجه يعني تنضفوا بعد ما تعملوا كل حاجه، تلموها كده وتحطوها في كيسه، وتربطوا عليها كده، وتظبطوا نفسكم. حلو قوي المشمع اللي هو بيتفرد ده ويتلم كده على بعضه ويترمى، بيخلي الرخامه نظيفه والدنيا نظيفه وتاكلوا على مكان. لو مثلا تفرشوه على الترابيزه اللي هتاكلوا عليها، بيبقى برضو نضيف وحلو، يعني تخلي الترابيزه بتاعتكم نضيفه. هنا هقلي بقى شويه البطاطس آه، اللي قطعناهم مع بعضينا. طبعا زيت سخن كده، ونروح طشين فيه بطاطس. انا عملتش غير هم الحبة الصغيرين اللي انتوا شفتوهم دولا اهو. ايوه كده. حطوا اللايكات واتفرجوا على الفيديو للاخر، وما تعملوش تخطي للاعلان. بصوا بقى انا لبست باركولي، لبست جلافز اخيرا اللي انا مش بحب البسها، بس ما اقدرش تنظيف الفسيخ بايدي كده. عارفين يعني التنظيف بتاعه بيخلي ريحه الايد مش حلوه فعلا عن ما انتوا تاكلوه بايديكم. ما اعرفش، انا بحس بهذا الاحساس. لو مش بتحسوا بهذا الاحساس بقى يبقى كل واحد واحساسه. بصوا بقى، انا بحب اعمله جوه الكيسه كده، وبحب اشيل الترتر ده او القشره دي بمعلقه كده. وبصوا بتتشال بكل سهوله ازاي، في ثواني في ثواني. بصوا، ايوه كده، تمام التمام التمام ولوز اللوز. بصوا في ثواني اتشلت القشره ونضفناها، وبقت فسختنا زي الفل، شمعه منوره، فله شمعه منوره. بصوا اهو، ولا ايوتا شيء، كله جوه الصندوق. هنفتح بقى الفسيخة كده، طبعا هنعملها سليمة، اللي حابب يقطعها قطع براحته خالص. انا هعملها سليمة ونضف البطن كده دي بتاعتها، واكل بقى واستمخ ومصمص كده واتلذذ. حطوا اللايكات واعملوا الشروط. بصوا بقى، هفتحها بقى كده ونضف طبعا اللي جوه ده. بصوا، عارفين قلعت الجلافز ده ايدي ولا كاني كنت ماسكه اي فسيخ بصراحه، يعني اقول الحقيقه، مع اني مش من انصار الجلافزات ومش بحب البس خالص. لان بصوا بصراحه كده مش بلاقي جلافزات مقاس ايدي الزغنططه دي، بقول لكم الله على الريحه. وفي نفس ذات الوقت مش بعرف اشتغل بيها، بحس ان ايدي متأيده كده، مش بشتغل براحتي. طبعا هنشيل بقى الحته السودا دي كده بالمعلقه بالسكينه، هشيل اللي هقدر اشيله بالمعلقه، والباقي احاول اطلعه بالسكينه. ايوه كده تمام. نضفها بقى كده من الحتة السودة دي كده اللي فيها، وكلوا مزجوا بقى مزيكا كده مزيكا. هنا ايه، كنت بقى بجيب السكينة عشان كان في حتة كده مش راضية تطلع بالمعلقة، حاولت اطلعها كده على قد ما قدرت بالسكينة اهو. ايوه كده تمام. او كده. بصوا بقى، شيلوا بقى كل الحاجات اللي انتوا مش حابينها دي، تشيلوها عادي كده بالشوكة، قصدي بالمعلقة، بالسكينة، بأي تقطيعة. شايفين بقى، تمام التمام. هناخد بقى الفسيخية دي ونروح هبتنها كده في طبق كده. بص، سلام اهو. عملت كده خلاص الفسيختين. ألم بقى، بصوا هلم بقى اشيائي ديت مكان الفسيخ برضو، واربطها كده واحطها في كيس. بعد ما تخلصوا لما كله بقى كله وتاكلوا تمام، تلموا كله في كيس كده وتربطوه، وترشوا عليه كده شوية معطر. لو مش ما عندكوش متوفر ان انتوا ترموا الحاجة دي في نفس ذات اليوم، اربطوها في كذا كيس ورشوا عليها معطر، ولا هتحسوا بأي شيء. هنا انا كنت فرشة 2، تنيت كده الحتة اللي هي عملت فيها الرنجة والفسيخ. هبدأ بقى اقلع الجلافز ده بقى واشتغل طبعا بايدي حبيبتي، ونعمل بقى. استنوا هقول لكم هنعمل ايه. استنوا. ايوه كده، هنبدا بقى نقطع. هنا جبت خيارتين كده نبرد بقى على نفسنا، خيارتين كده هقطعهم شرايح زي ما انتوا كده شايفين. ولو سامعين دوشه طبعا من التكوس، طبعا عيد وزيته وزنبليطه طبعا. وهقطعها كده نبرد بقى كده، هناكل حاجه كده تهدي الحدوقيه. تمام كده. اقطع بقى ليمون بقى اديها بقى ليمون يا ولد الله، حاجة كده جهنمية ولذيذة والله، لذيذة. الناس بقى بتوع اللي مش بيحبوا الفسيخ بقى يقعدوا بقى كده إيه على جنب كده، ياكلوا لهم ايتها شيء، ملناش دعوة بيهم الناس دي. احنا مع الفسيخ كده ولوز اللوز.
ماله لذيذ والله لذيذ. كده خلاص قطعنا اهو الليمون. نبدأ بقى نقطع البصل ده كده شرايح، جوانح، اي تقطيع. طبعا انا بقطعه كده زي جوانح كده كبيرة شوية، وهحط عليه شوية من الخل وبس كده. مش ممكن حابين تحطوا رشة من الملح عليه عادي، مفيش اي مشكلة. مش حابين برضو براحتكم، انا بقول لكم برضو كذا اقتراح، وانتوا طبعا تاخدوا اللي يجي على هواكم. حطوا اللايك يا كسلانين. تمام قوي قوي كده. اللوز طبعا انا مش عامله كميه كبيره لان عدد الافراد مش كتير اللي بياكل هذه الاشياء. ايوه كده. حط بقى شويه من الخل كده على البصل، على الرنجه. ايوه الفسيخ طبعا ليمون بس، مش بحط زيت عليه ولا اي حاجه. اللي حابب يحط زيت يحط طحينه براحته خالص. حطيت حبه خل برضو على البطارخ. هاخد بقى كده ليمونيه واعصرها برضو على الرنجه. ايوه كده. يا سلام يا ولاد، يا سلام. الواحد عايز ياكل كده كل يوم. تصدقوا بقى الفسيخ ده كان طعمه خرافي وزبده ودسم كده. عشان كده مزبد الفسيخ البوري اللي بيكون دسم وفيه دهون بيبقى تحفه في التمليح. كنت عايزه املحه معاكم بس للاسف يا ولاد ما اتاحتليش الفرصه، وما لقيتش بوري ان انا املحه لكم وقت ما انا كنت عايزه املح. فاضطريت اسفه ان انا اشتري، ان انا الصراحه ملحته كذا مره بس مش معاكم. كان حاجه كده وهم. صدقوني اللي بيعرف يعمله في البيت يعمله افضل من بره بكتير قوي قوي قوي. كده حطينا شويه فلفل بقى حامي. واحنا كده خلصنا العيد الاول يوم العيد بتاعنا. جربوا الحاجات دي وما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم